نكمل بقى نشوف الوحدة الحركية. يبقى احنا من اول الحصة قلنا المفروض ان احنا ندرس الجهاز العضلي، كده درسناه لحد ما دخلنا جوه القطعة العضلية وشوفنا ايه اللي بيحصل فيها اول ما يوصل لها السيال العصبي. قلنا هندرس الوحدة الحركية، وقلنا في الاخر خالص هنشوف آلية الانقباض العضلي، وده هيكون الحصة الجاية اللي هو ايه اللي هيحصل في منطقة الاتصال العصبي العضلي ومنطقة التشابك العصبي العضلي. هنشوف ده الحصة الجاية. بس قبل ما نشوف ده نشوف هما متوصلين ببعض ازاي اصلا الجهاز العصبي والجهاز العضلي. خلاص؟ طيب قلنا ان اللي بيوصل الجهاز العصبي بالجهاز العضلي حاجة اسمها الوحدة الحركية. ايه هو تعريف الوحدة الحركية؟ عشان في فرق ما بينها وما بين ما بين تعريفها وما بين تعريف الليفة العضلية. طيب ايه هي الوحدة الحركية؟ الوحدة الحركية ده المكان اللي قدر يحقق الاتصال بين الجهاز العصبي والجهاز العضلي. طيب يعني ده المكان اللي عن طريقه قدر يوصل السيال العصبي من الجهاز العصبي للجهاز العضلي. طيب يبقى انا لما اجي ابص كده هو عبارة عن ايه؟ انا قلت لكم اول حاجة الرسالة بتبدأ من المخ، بعدين بتروح للحبل الشوكي. قلت لكم ان الحبل الشوكي ده متوصل بيه ايه؟ متوصل بيه الياف عصبيه. نركز بقى عشان في سؤال كان مبعوت لي يا مس، هي العظام عندها الياف عصبيه حركيه ولا لا؟ العضلات هي اللي بتبعت لها اشاره الحركه ولا بتتبعت للعظام على طول؟ السيال العصبي للعضلات، وبعد كده العضلات لما تستجيب بتعمل ايه؟ بتحرك العظام. يبقى انا كده في سيالات عصبيه بتروح للعظام تأمرها بالحركه؟ لا، يبقى كده هي مش واصل لها الياف عصبيه ايه؟ حركيه. بس انا لو اتخبطت في عظمتي بتوجع وبحس ولا لا؟ ايوه بحس. يبقى فيها الياف عصبيه حسيه ولا لا؟ تمام. يبقى انا كده العظام فيها حركيه وحسيه ولا حسيه بس؟ حسيه بس. اجي للعضله بقى، بتاخد اشارات ورسائل كهربيه من الجهاز العصبي بالحركه ولا لا؟ ايوه. يبقى كده فيها الياف عصبيه حركيه. طيب انا دلوقتي لو حاجه حصلت في العضله بتاعتي بتألمني وبحس ولا لا؟ ايوه. يبقى كده فيها الياف عصبيه ايه برضو؟ حسيه. يبقى انا كده العظام فيها حسيه بس، والعضلات فيها حسيه وحركيه. هنغلط فيها تاني ما نغلطش فيها تاني دي. تمام. طيب قال لك الالياف العصبيه بقى اللي هي بيمشي فيها السيالات الكهربيه اللي مسؤوله عن ان هي تقول للعضله اعملي حركه، هتكون انهي نوع من الالياف؟ عصبيه حركيه. قال لك الالياف العصبيه حركيه دي اللي هي ليفه عصبيه حركيه، اللي هي ليها مسمى خليه عصبيه حركيه، اللي احنا لسه قايلين من شويه زي ليفه عضليه هي خليه عضليه. فبيمشوا في الخلايا لحد ما هنوصل للخليه، يعني بيمشوا خليه تسلم خليه تسلم خليه تسلم خليه، وده كده بيكون في نقط انهي اتصال؟ عصبي عصبي ولا عصبي عضلي؟ عصبي عصبي. من خليه عصبيه لاخرى، من عصبيه لاخرى، من عصبيه لاخرى، لحد ما نوصل لاخر خليه عصبيه ماسكه في مين؟ في العضله. دي بقى هتكون اسمها الخليه العصبيه دي اللي هي ماسكه في العضله دي هنسميها خليه عصبيه حركيه. زيها زي اي خليه عصبيه، ليها شكل الشجيري بتاعها، ليها محور عصبي اهي، وليها نهايات عصبيه، تفرعات عصبيه معذره الاول. في نهاية كل تفرع من دول نهاية عصبية عاملة زي الكورة كده. أنا لحد دلوقتي جبت سيرة الجهاز العضلي ولا كل كلامي على العصبي؟
على العصبي. على العصبي. وانا كلامي في الوحدة الحركية كانت نقطة اتصال مين مع مين؟ اتصال عصبي مع مين؟ مع العضلي. مع العضلي. طيب من غير دي كانت العضلة هتقدر تقوم بالوظيفة بتاعتها وتعمل الانقباض؟ لا. يبقى هو الوحدة الحركية دي هي السبب في ان العضلة تعمل ايه؟ الوظيفة. رحنا سميناها الوحدة الوظيفية. يبقى الوحدة الحركية هي الوحدة الوظيفية لمين؟ للعضلة. ليه؟ لأن هي السبب في إن العضلة عملت إيه؟ وظيفتها. لكن لما أقول الوحدة التركيبية للعضلات الهيكلية اللي هم الألياف العضلية، خلاص؟ طيب دي كده اسمها خلية عصبية حركية، ليف عصبي حركي أو ليفة عصبية حركية، ليها تفرعات عصبية في آخرها. كل تفرع من دول في آخره حاجة اسمها نهاية عصبية. نهاية عصبية. قالك النهايات دول بتتغرس في قلب الحزمة، فاكرينها؟ اللي كان جواها مين؟ الألياف. ألياف. وكل نهاية تلمس ليفة، فتبقى ادي الحزمة اهي، وجواها الألياف. كل نهاية بتسلم على ليفة. طبعا هو مش بالشكل الكروكي ده، بس انا ساعات برسم الشكل ان هو يساعد في التوضيح اكتر من الشكل العلمي ليه يعني. اهو انا كده مركز ملاحظ ايه؟ ليفة عصبية حركية، خلية عصبية حركية، طالع منها تفرعات، في نهاية كل تفرع نهاية عصبية ماسكة مع أليفة ايه؟ عضلية. داخلين جوا مين؟ حزمة عضلية، عاملين واصلة هنا اسمها ايه دي؟ اسمها اتصال عصبي ايه؟ عضلي. نقطة الاتصال ما بين الجهاز العصبي والجهاز العضلي. يبقى السيال العصبي هيقعد ماشي من مخ الحبل الشوكي للألياف العصبية وبعضيها من خلية عصبية الأخرى لحد ما نوصل للخلية العصبية اللي غازة نفسها جوه الحزمة العضلية، ويمشي في التفرعات لحد النهاية وينط يروح لمين؟ للألياف العضلية. للألياف العضلية. أول ما الليفة العضلية يوصل لها السيال تعمل إيه اللي خدناها البورد اللي فات؟ نظرية هيكسلي للخيوط المنزلقة ويحدث الانقباض العضلي. فهمنا التسلسل؟ فهمنا؟ عندنا في الكتاب قايل لي الوحدة الحركية فين؟ في الآخر خالص بعد ما شرح كل حاجة، بس احنا لازم نبقى عارفينها في الأول شوية عشان نبقى عارفين ده جه منين وده راح فين. وصلت؟ طيب أي حد بيروح أو أي تركيب بيروح يرتبط بتركيب أكيد لازم يكون لي مكان مخصص ليه يرتبط بيه. يعني بمعنى أصح إيه؟ أنا هنا دلوقتي النهاية العصبية رايحة مسكت في سطح مين؟ سطح الليفة العضلية، صح؟ يبقى المفروض الليفة العضلية يبقى عندها مكان تستقبل فيه ضيوفها. تستقبل فيه مين؟ النهاية العصبية. المكان اللي تستقبل فيه الليفة العضلية النهاية العصبية اسمها الصفائح النهائية الحركية. بتروح عندها تقعد في صفيحة. صفيحة ايه ده؟ مكان كده زي حفرة كده صغيرة بتبقى كده على سطح الليفة العضلية، والنهاية العصبية بتيجي تعمل كده. ده الزوم للشكل انهو في شكل خدتوه شبه كده في سنة تانية عامل كده. فاكرين الشكل ده اشهر من نار على العالم؟ فاكرينه؟ فاكرين الشكل ده؟ ده زوم الشكل ده. الكلكعة دي اللي هي دي، والحتة دي اللي على سطح الليفة اللي هو دي. برضو الشكل ده زي اتصال عصبي ده، ولما تيجي خلية عصبية تانية اختها النهاية العصبية بتاعتها تيجي تبعت لها رسالة هنا. ده بقى اللي انتوا خدتوه في تانية. الزوم بتاع الشكل ده اهو. وصلت؟ طيب نقول تاني. يبقى الوحدة الحركية اتصال ايه مع ايه؟ عصبي مع عضلي.
بس تركز الوحدة الحركية الواحدة بتتكون من ايه؟ يعني دي كلها وحدة حركية واحدة. الوحدة الحركية الواحدة عبارة عن خلية عصبية واحدة ولا أكتر؟ واحدة. خلية عصبية حركية واحدة اللي هي ليها اسم ايه؟ ليف عصبي حركي. طيب دخل جوه كام حزمة ده؟ واحدة، يساوي عدد الحزم العضلية. يبقى أنا لو عندي 3 وحدات حركية يبقى عندي كام خلية عصبية حركية؟ 3. كام ليف عصبي حركي؟ 3. يدخلوا كام حزمة؟ 3. طيب الحتة دي خلاص، دول الحاجات اللي بيساووا بعض هنا. ايه تاني حاجات بتساوي بعضيها؟ دول كام تفرع؟ 1 2 3 4 5 6. طيب ودول كام نهاية؟ 6. ودول كام ليفة؟ 6. ودي كام وصلة عصبية عضلية؟ 6. يبقى أنا ملاحظ إن عدد التفرعات العصبية يساوي عدد النهايات العصبية يساوي عدد الألياف العضلية. برافو عليكي. يساوي عدد الوصلات العصبية الايه؟ العضلية. يعني أنا لما أجي أقول لك إن حزمة عضلية تحتوي على 100 ليفة يدخل لها كم تفرع؟ 100. يغذيها كم نهاية؟ 100. يعمل معاها كم وصلة عصبية عضلية الجهاز العصبي؟ 100. طب يا مس العدد ده ثابت 6؟ قال لك ركز إن الحزمة الواحدة يتفرع جواها الليف العصبي إلى عدد من التفرعات يخص أو في رنجة من 5 ل100. يدخل جواه ويتفرع لعدد من 5 ل100. بس لازم التفرعات تكون مساوية لمين؟ للألياف. يعني أنا لما يجي يقول لي إن في ليف اتفرع ل70 تفرع، أنا أفهم إن الحزمة دي كان جواها كام ليفة؟ 70 ليفة. وصلت ولا لأ؟ عارفين شبه إيه؟ شبه الدراع. دراعي الليف العصبي الحركي، صوابعي التفرعات، آخر كل تفرع نهاية لازم يمسك أو يغذي عدد من الألياف مساوي ليه جوه الحزمة أهي الشكل ده. خلاص تمام. طيب دي كده الوحدة الحركية. فيها أي صعوبة لحد الآن؟ عرفنا إيه يساوي؟ الحزم بيبقى فيها من 1000 ل 2000 ليفة؟ لأ، الحزمة من 5 ل100. الليفة دي جواها من 1000 ل 2000 ليفة. تمام؟ لكن دي حزمة هتكون من 5 ل100 لأن هي هيوصل لها عدد ألياف أو الليف اللي يتفرع جواها هو ما يقدرش يتفرع غير لعدد من 5 ل100. وصلت؟ تمام؟ طيب ده كده فيما يخص الوحدة الحركية. يبقى أنا أخد سكرين عشان أمسح البورد وأقول لكم إحنا أخدنا إيه النهاردة وهنذاكره بتسلسل إزاي. طيب أول حاجة أخدناها الأجهزة المسؤولة عن مين؟ عن الحركة. فكروني يلا كده نشوف مين اللي نام ومين اللي صاحي. 3 أجهزة بالتسلسل كده، مين ثم مين ثم مين؟ عصبي والعصبي. إيه اللي بيربط العصبي مع العضلي؟ العصبية. الوحدة الحركية. إيه اللي بيربط العضلي مع الهيكلي؟
الوتر، برافو عليك. طيب بعد كده اخدنا الجهاز العضلي. جهاز العضلة دي اخدنا ان جواه عضلات نوعين، ايه وايه؟ إرادية ولا إرادية. إرادية ولا إرادية. أخدنا إن العضلات الإرادية الهيكلية، العضلات تتكون من حزم عضلية. جوه الحزمة مجموعة ألياف عضلية. ألياف عضلية. جوه الألياف العضلية ليفات. الليفة العضلية الغشاء بتاعها اسمه غشاء الحزمة. لا، غشاء الليفة الواحدة ساركوليما. والسيتوبلازم بتاعها اسمه ساركوبلازم، برافو عليكم. الليفات ممكن يكون عددهم من كام لكام؟ من 1000 ل 2000. الليفة دي عبارة عن مجموعة قطع عضلية. أنا بدوس على الفصل ده لأن الجزء ده أهم جزء بيجي في الامتحانات. القطعة العضلية ليها اسم تاني اسمه ساركومير، برافو عليك. القطعة العضلية تتكون من نوعين من الخيوط، ايه وايه؟ أكتين وميوسين، برافو. يتداخلوا مع بعض ويكونون القطعة العضلية اللي بتتكون من 3 مناطق. المنطقة اللي فيها أكتين زائد ميوسين دي تسمى بالمنطقة الداكنة. ايه، برافو عليك. واللي فيها ميوسين بس دي تسمى ب اتش، شبه المضيئة اتش. واللي فيها اكتين بس تسمى ب اي المضيئة. كان بيظهر من خيوط الميوسين تركيب اسمه الروابط المستعرضة، واللي كانت بتسحب الاكتين باتجاه بعضها، ودي كانت نظرية مين؟ هيكسلي، صح كده؟ طيب بعد كده رحنا اخدنا صلة الاتصال ما بين، يبقى احنا كده واخدين جهاز عضلي، انواع عضلات، نظرية هيكسلي، شايفين التسلسل 1 2 الجهاز العضلي كله، 3 نظرية هيكسلي، 4 مين؟ الوحدة الحركية. قلنا الوحدة الحركية عبارة عن ليف عصبي حركي واحد، اللي هي عبارة عن خلية عصبية حركية واحدة تدخل جام حزمة واحدة تتفرع إلى عدد من كام لكام؟ من 5% من التفرعات. ولازم يكون التفرعات مساوية لعدد ايه في الحزمة؟ الألياف. يبقى أنا كده النهاردة هذاكر الأجهزة المسؤولة، الجهاز العضلي بتركيبه كله لحد ما نوصل للقطعة العضلية. أول ما أوصل للقطعة العضلية هذاكر نظرية هيكسلي، هنط على الوحدة الحركية. يبقى بقيلي في الفصل ده هو 5 آلية حدوث الانقباض تفصيليا من أول ما الجهاز العصبي لحد الجهاز الهيكلي، وتركات على الانقباض العضلي. وكده يكون الفصل خلص. خلاص يا شباب، يبقى دول بس اللي باقيين في الفصل. حد عنده اي استفسار؟ ده اللي هيتذاكر ده اللي اتاخد النهارده، وده اللي لسه باقي. خلاص خدوا سكرين.